غاية مرحبا. ايش رايكم وانا رايق لكم؟ يعني معناته فيه قصة. هذا رجال ظروفه كيف انت وكيف حالك، لكنه رجال راعي شيمة وطيب، رجال وفي، ورجال يصدقون هالعرب خابرين انه ما هو لعاب، ولا العالم ثم يكدون المرات سدس البوزات العيدية نفس اللي في الصورة. المهم انه راح صوب واحد يدين وقال يا ولد انا ابغيك تديني بوز، ابغيك تديني بوز اكدها على الخط واسددك منه. قال انا عندي سوبر 28 يعرفونها العيديات، قير عود اللي يسمونه هو يجي نوعين، يجي فقسة وارد الجفالي يجي فقسة وارد الجفالي. طبعا هذا افضل وارد وارد الجفالي، ويجي اللي هو يجيك بدون فقسة. فالفقسة يسمونها قير عود عشان يعني على الخط يسحب اكثر، هادي يريح الماكينة ما تحن ماكينته. قال عندي واحد 28 ماشي 7000، ولا الكلام ده في 88 الموتر الله أعلم إما 84 أو 85. المهم إنه قال له تم، ولا اشترى الموتر في الوقت الغلط، قد الشغل خافن على البوزات ومحولي العالم على التريلات وهي جاية، لكنه خلاص اتخذ له قرارا لازم ياخذ فيها اكشن، ما عاده منتظر. لكنه لا بعد عنده عملاء ولا عنده ارقام ناس يتعامل معهم ولا عنده زباين، يعني على الله. خذ الموتر يوم خذ الموتر فلي الموتر شوفه يعيش بدون عيشه، حتى لو ما جاب له رد واحد. نبوز متعوب عليه ومرسوم على البانه عيون لها رموش، يعني شيء نفس اللي في الصورة هذا، لكنه شيء فاخر يعني. المهم انه غسل هذاك النهار، مسح قزازه، سحب الستاير. تعرفون البوزات ثم عندها لها ولا لها، مو بصاحي يزينه كأنه يزين بيته. وهي معارض الخط السريع عليه ورا مشل 1200 على 24، وعليه قدام اللي يجي خط سيده عارض الخط، ولا يهوجس. أول حاجة الفلوس اللي معه شيء بسيط، ولا عنده يعني ناس إني يتعامل معهم، يعني وضعه ما هو ذاك الزود. ولا البوز يجي فيه ميسارة محطوط فيه درج وثلاجة. الدرج هذا إذا فتحه قد يجلس على الباب حقه، وفيه الغاز وفيه أدوات الطبخ، والثلاجة في جنبه. ولا له راعي ملح مثل الرفيق له على الطريق، ولا يشار له قدر ضاغط ألماني عشان ما يثور عليه، وشار بهارات خشنة اللي تصلح اللحم الحوار، ما تقلب لحم الحوار أسود هي مطحونة، وترتيبات وذا. قال خلنا من راعي الملح أخذ من عنده جنب لباني نحطه في الثلاجة. قام جاء هنا يحويرن عليه طول كتفه عدم يقطر. قال عطني الجنب ونص الزول، قطع لي تقطع ثلاجة وقطعه منشار، لا تقطعه دقن يغدي كلها عظام. المهم يقطعه بمنشار، يرتبه مكعبات، يحطه في الثلاجة في ذاك الكيس، حطها يمكن 3 أكياس ولا يبغي على أكثر من مرة. ورز الشعلان ذاك اللي حبته طولها نحطه، يبغي يكبسها عشان إلى وقف في ساحة الانتظار. يقول ولايني، يقول ما ذقت ما يذاق، يقول شارح من صبح، يقول والفليسات اللي معي مهي بوايد شوي، شريت لي لحم. ويقول وهم ما عندي أعبي خزانات الديزل فل، يقول الرزق مكفول إن شاء الله. يقول مشيت منه يوم قدني حول 60 ولا 70 كيلو، ويتك المحطة من يمني. يقول فاصفض في المحطة، يقول وحول، يقول على السوبر ماركت، يقول ولا
يقول حاط في بالي أنتوا خابرين أن كروسون قديم انقطع اللي يجيك مثلث في كيسة شفاف تعين الجبن سايح وفي شق في طرفه واحد ويبغي عصير مشكل ربيع ذاك اللي انقطع. يقول أعبيه إلى زعت توانكيه الديزل 2 وبقى معي 30 ريال. يقول أحول على السوبر ماركت. يقول حولت على السوبر ماركت فهنا شيبت مع بنيات صغار رؤوسهم محواه اللي معها مصاصة الحلاوة تيك اللي جايها على شكل قلب واللي معها مدورة ولا هم ولا ماخذ لهم أغراضه ولا بعدها فلوسها. حط أغراضه رجتها قدامي وأنا أخذت لي عصير ربيع وأخذت لي الكروسون ذا المثلث وبحاسب وبمشي. يقول في يوم جاب يحاسب قال له ذاك الحساب 30. قال أنا بجيك بكرة لأني ما معي ذا الحين. قال اسمح لي ما دين. يهديك يرضي. قال في روح ياخذ الأغراض من البنيات المصاصة وذي بكاهم مثل بكاء المعاقب ويطلعون. يوم طلعوا يقول في يقوم قلبي وينشل حزن منهم. يوم يزيد خذوا أغراضهم منها وهم قيدها معهم. يقول فادعيه. يقول وحاسب عليه بال30 ريال اللي معي ما عاد له. يقول ورد الكراسون وعصير الربيع. يقول أتجل ظهر البوز وحرك وما عاد فيه إلا العشاء ناكل بس على ذا الجنب. يقول وحرك. يقول تعديت الرياض. يقول تعديت الرياض. يقول ولايني. يقول هيت لين قدني. يقول عقب المغرب بشوي. يقول والليل يقول غيم والأرض منثر مطر. يقول منثر مطر. ويقولوا وساعة حول بي الخط. يقول حول بي مثل أنت خبرون حواله عقب سوق البل اللي في الحسيلة انتحى نفسه. يقول كان بيستدق. يقول هذاك الرجال الشر. يقول فأضرب بريك وأوقف. يقول يوم حولت هنا رجالا. يقول ما هو شخصية واحد يبغيني أصله. ذاك الرجال النظير المزيون اللي غترته بس ما يفير 3 مرازيم وسكسوكة لابس ذيك الفتخة الملكية المايلة وذاك الثوب اللي يقول شين. يقول رجال ملكي مو بحي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أنت تبغين أصلك؟ قال أنا موتري ورا الخط. يقول غرس. يقول وبس أبغيك تسحبنا بس. قال أبغيك تسحبنا لين أنا أطلع وبيض له وجهك. قال على خشم اركب. يقول ففر الموتر. يقول والله الردمية شوي. يقول هنا ذاك المرسيدس 560 نفس اللي في الصورة. يقول فرق قطوع. يقول وغرس الموتر يعني الأرض ممطورة وهو الظاهر شكله يتمشى ولا يقول فريوست بالموتر. يقول يوم ريوست يقول وركبت القلص. يقول فلي الموتر فيه مرة. يقول كاشفة. يقول ملكة جمل. قال إبليس حريص. يقول كذا بعض الناس سبحان الله يعني عنده فضول الأسئلة. بعض الناس ينشدك حتى لو انه ما له مصلحة في السؤال بس كذا قدر طبيعة فيه. وحتى لو انه على نياته بس منس ينشدك يعني نجدة حتى لو ما له فيها صالح. قال قلت له هذول أهلك اللي في السيارة. قال فلي الرجال يوم التفت علي قال يقول مبين فيه انه متخامني. يقول ومبين الغضب في وجهه. قال نعم تامر عليهم يعني استهزاء. يقول ايهم بطل القلص. يقول قطع موتر. يقول قطع عليه حتى ما قال شكرا. يقول ولايني يوم يقول كلتني الحسايف. وش انا ابغي بانشته هذول اهله ولا ما هم بلا ولا لقافته ما لها داعي. يقول المهم اني ركبت موتري وحركت. قال هو حرك حتى ما قال لي جزاك الله خير. ويقول وانا ملومه. يقول
لفيت على الساحة، يقول قعدت فيها حول الساعة، ساعة ونص. يقول ما عينت فيها حد ياخذني مقاولة. يقول وحرك. يقول ساعة تقبل على تلك النقطة. يقول علوم من الرياض. يقول فهي الشرطة معترضين في الطريق. الشرولي يقول واصفط. قال انا صفطت. يقول فيدق الكلبشة في يدي. قال اصبر خلني اوقف الموتر، خلني بند موتري، خلني بنده. يقولوا يا الله انهم خلوني بند موتري. قال يحملوني ذيك الكبسولة. قال يحطوا في راسي كيس اسود نفس الله يعزكم كيس القمامة، لكنه كيس نظيف يعني جديد. يقولوا انا بداري وين الله حاطني، وين الله شال. يقول انا يوم دخلت في ذاك المركز، يقول حولت. يقول زيد. يقول دخلت لي على ذاك الضابط. يقول ويبطلون الكلبشة. يقول اركبوني في ذاك الموتر. قال يودوني. قال لين دخلوني مع بوابة ذاك القصر. قال مدخلوني مع بوابة ذاك القصر. يقول يستقبلني ذاك الرجال. يقول الاسمر الطويل بلي لابس له من جد. يقول دخلني على ذاك المجلس. يقول ساعة دخلت معه المجلس، فلا إذا رفيقي إلا أنا قال صنع المرسيدس. يقول عليه ذاك البشت اللي دقته. يقول كانها فلاش تجهر. يقول ولا يبتسم. قال تفضل. يقول واقعد. يقول ما أنا بداري وش الدنيا رميتني به، ولا أنا بداري وش مصير. قال يوم جه الساعة حوله يقول 2 في الليل يقلطون العشاء. يقول وانا يقول ما انا على بعضي. قال وتعشى لين وقف. يقول قال لي عنوك انت ما تستحي على وجهك تنشد الرجال زوجته معها تقول هذول اهلك ولا مهم لك. قال يا ابن الحلال والله العظيم انه سؤال كذا لقافه، والله انه قصدي يعني يخاف يعني حد لو حد جا الموتر وخذه وهلك فيه، ولا هذا يعني فضول لا له علاقة ولا نبع على الظن اللي ظنيته فيه، ولا أنا وأنا أجودي راعي خطوط، ولا أنا في حال ذا الأمور، ولا أنا في. قال على العموم أنا ما جيت أعطيك درس، أنا جبتك مداعبة وجبتك أكرمك، لكن ترى اللقافة ما تصفط الراعيها خير. أنت سكنك موجود الليلة، حايزين لك سويت في فندق، وهذه كرامية لك في ذا الشنطة، وإن شاء الله نحن ما قصرنا معك، وإن بدالك شيء من أمور الدنيا هذا رقم تلفون سيارتي كلمني عليه. يقول يستقبلني ذاك الرجال الأسمر. يقول يودوني ذاك الفندق 5 نجوم. قال يوم جيت الفندق فلا يمحجوز اللي فيه سويت. قال ولا يعني ما نبراعي فنادق ولا تجهني أمور واجد. يقول أدخل الفندق. يقول أسكر الباب. يقول وبطل الشنطة. يوم بطلت الشنطة يقول فيها 300,000 ريال. قال وين 300,000 سنة 88 يعني كانها 3 مليون. يقول ولا يني ذا الحين يقول ما عاد دريت ايش اسوي بالشنطة، ما اعرف النظام سيفتي بوكس، ما اعرف نظام اني مقفل الباب، ما اعرف نظام اني احط على الباب الرجع عدم لزع. يقول خدت اللي به من الطاولات واللي به من الكراسي حطتها على طريق الباب لا يفتح علي تسرق الشنطة وانا راقد. قال وحطت الشنطة تحت المخدة اللي انا راقد عليها. يقول شنطة صغيرة. يقول وارقد. يقول وارقد احاتي متى الصبح بياتي لا تسرق الشنطة ولا يداهموني. يقول يوم اصبحت ولا الامور طيبة والشنطة عندي. يقول اول ما جاء في بالي اسدد رع البوز. قال واتصل عليه على تلفون بيته. دق عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. مش حالك يا فلان عساك طيب، متى انت بتكون موجود في البيت؟ قال والله
أنا موجود على المغرب. يقول أركب ذاك التاكسي، يقول الأصفر اللي ذاك اللي مكتوب عليه هجرة، يقول ينزلوني عند مؤتر يدق سلف البوز، يوم عبى ضغطه 8 وعطس، يحرك ويصفط عند دكة الحبيب راعي البوز. قال له أنت كم تبغي مني؟ قال أبغي منك 80. قال بدق هذه الساعة في يدك. هو متفق معه إنه كل ما يجي دخل ياخذ ذاك 70% راعي البوز، ذا 30%. قال دقها الآن كم تحسبها لي؟ قال لك 55,000. هم البوز الخاص. قال تفضل سلمه إياها ريال ينطح ريال، ولا باقي معه 245,000. يقول وسد الدين، ونسد الدين هنا متين، والبوز عندي حر ما حد يطلبني، وتزيل الأمور، ويقول أفلها، يقول وانبسط، يقول هذا يعني سبحان الله. يقول من ترك شيء لله عوض خيرا. يعني الله سبحانه وتعالى يدير الأمور بقدرة رب. الأرزاق هذه مكفولة، والله لو أنك تمشي عداتك ألا تأخذ كون اللي كاتبه ربي لك، لكن كل ما خصيت أنت إنسان وسعدته داخليا الله أسعدك. يعني منفعة الناس لها طعم خاص، لها لذة ما يحس بها إلا الشخص اللي يسويها. بعض الناس حتى لو أنه موجود في مكان ويقدر يخدمك، مستحيل أن الله يعينه على خدمتك مرة. والله خدمتك الله أنه ما يعينه عليها لأنه محروم. إن كان علاج عن طريقه ما أخدمك، وإن كان تخليص معاملة لك عنده ويقدر يخدمه ما أخدمك. لكن لو لك عنده علم النام حق، والله يدق عليك على طول يعطيك إياه. لكن علم زين يسعدك ولا موضوع مستحيل. وهم كل الناس طبعا فئة قليلة جدا ودك ان الله يمحاهم الكرة الأرضية مرة أبدا. فهذه السالفة تذكرني ببيتي وأنا أقول المنفعة هم المنفعة. بعض الناس يقول المراجل تحضر وتغيب، ما هو صحيح. المراجل الواحد على حجر واحد، على اللي هو أنا أقول وجودي على نسود الليالي ما عاد تجيب، كون المطلق اللي في صفاته شبه كامل. يقولون مشكلة المراجل تجي وتغيب، وأنا أقول ما هي تغيب من الواحد الصامل، لأن الردي مهما تصنع فعل الطيب إبرة وقتنة فيروسها دائما خامل. صاحب الطبع اللي تطبع به ما يقدر مرة مرتين 3 عقبه بيعود على سنعه لو. لكن إن شاء الله أن السالفة امتعتكم وانكم انبسطتوا. أنا والله مقصر في السوالف لأني مشغول، والله إني مشغول، يعني ما مشغول. وساعة أفتح الكاميرا بصور دخل علي ربع من أستحي من خلاهم وقاعدين نصور. فالحين أغلبية الناس يحسبون راعي السناب إنه من دخل عليه صوره بالقوة وأنه ترى الدعوة والله ما أصور. كون واحد وده إني أصور كلش نهائيا، وإني 90% من وقتي إني ما نعطيه السناب ولا الجوال. لو إني أعطيكم 40% وقتي على الحرام أن نطلع لكم قرون كثر السوالف وكثر. لكن ما عاد نحن نبغي على قولتهم نقدم أي محتوى. نقدم المحتوى اللي تدري حتى لقدك رايق ينعكس على محتواك. يعني لقدك مبسوط حتى محتواك يكون غير، أداء غير، شلون تسولف غير. ما يصير إنك مخك فيه 70 شغلة وتصور، مو بحاصل. فتحياتي وأشواق الحارة، نراكم بعد الفطور ولا قبل الفطور. المهم متى ما ضبطت الأمور دحدرنا عليكم. سجيت قدني حاطن الترمبة ورحت ألبسها من جديد جنب الحوير اللي حطها في الثلاجة. يوم جذاك أبو 55 قال إيش رأيك أنزل الكولة الزرقاء؟ أضبط لك كبسة قسم بالله أن فك مخك مضغوط، ويحط فيها ورق غار، يحط فيها البهارات الخشنة، ويحط فيها مسمار والحبة السوداء والحوايج الفلفل الأسود، ويضبط به على جنب الحوير ضبط. خلص الشيبة ذا قال أقول لك شيء على الطلاق نزيد أنزل لك 5. ويضرب هو على ذيك الكبسة يوم ظهرت معدنية. قال أجيب لك وراها بيبسن يبصم ذاك القديم اللي قطيه أبيض، يعطونه يتكون في
الدكة، كل واحد منهم متسلقل يهبها النسناس. اي نعم، هذا بس فقرة الزور اللي